السلام عليكم، أهلا بيكم حبايبي في خيط وغرزة. النهاردة هنتعلم غرزة جديدة وجميلة جدا من غرز فن التريكو. غرزة النهاردة اسمها غرزة حبة الرمل. وغرزة حبة الرمل غرزة جميلة جدا وعملية في نفس الوقت، وبستخدمها في أي مشروع أنا حابة أعمله. يعني هي سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت. يلا بينا نتعلم ازاي نعمل غرزة حبة الرمل، وهنبدأ على طول. غرزة حبة الرمل بنشتغلها بعدد زوجي، يعني لازم أعمل عدد زوجي على الإبرة علشان أبدأ أشتغل في غرزة حبة الرمل. زي ما انتوا شايفين كده في العينة، أنا حبيت أبتدي كأني ببتدي مشروع على طول، بلوفر أو جاكيت أو حاجة. فبدأت بالبليسيه. طبعا احنا عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي بنشتغل البليسيه. أنا بدأت حوالي 2 سنتي من البليسيه قبل ما ابتدي الشغل، فده بيبقى حسب المشروع اللي حضرتك هتعمليه. انا هبدأ معاكم على طول في الغرزة. هنعمل زي ما اتفقنا عدد زوجي ايا كان معاكي بقى من الاعداد الزوجية. مضاعفات العدد 2، بتعملي العدد زوجي على حسب مقاس المشروع بتاعك. زي ما اتفقنا ان التريكو بيحتاج عدد او مقاس بالمزورة. هنبتدي على طول. اول غرزة هنسلتها من غير شغل، غرزة حافة هنسلتها من غير شغل. هنبتدي على طول في الغرزة اللي بعدها هنعملها غرزة عدلة. هندخل كده في اللوب الأمامي للغرزة، وهناخد غرزة عدلة زي ما عرفنا وتعلمنا قبل كده. الغرزة العدلة السطر الأولاني عندي كله غرزة عدلة. أنا عندي غرزة حبة الرمل بتتكون من سطرين. أول سطر بيبقى كله غرزة عدلة، والسطر اللي بعده هنشوف بعد ما نخلص هنشتغله ازاي. يعني تكوين غرزة حبة الرمل معايا النهاردة من سطرين فقط، يعني تكرار سطرين، وهنفضل نكررهم لآخر الشغل. بسيطة جدا زي ما قلت لكم. اهو احنا كده بدأنا في السطر الأولاني، وبنشتغل كل الشغل عندي في السطر الأولاني بالغرزة العدلة. طبعا كلنا خلاص اتعلمنا الغرزة العدلة بنشتغلها اهي. بندخل الإبرة كده في اللوب الأمامي، وباخد لفة من الأسفل للأعلى كده بالطريقة دي، وبخرج بيها وبسلك الغرزة اهو. السطر الأولاني من غرزة حبة الرمل بيبقى كله عبارة عن غرزة عدلة. مفيش أي صعوبة لحد دلوقتي ولا بعدين، يعني هو الغرزة كلها تكرار سطرين وهنكررهم. مفيش أبسط من كده. زي ما قلت لكم غرزة حبة الرمل غرزة عملية جدا وشكلها جميل في نفس الوقت. هنستعملها في بطانية بيبي، في جاكيت بنوتة، دريس البنوتة. دريسات الشتوي بتبقى جميلة قوي للبنويت الصغيرين، او بلوفر برضو لو اولادي، بلوفر اولادي الكبار صغيرين، بلوزة ليكي، اي حاجة. هي غرزة جميلة وبتليق على اي حاجة، وغرزة بسيطة في نفس الوقت بتنجز معاكي بسرعة. انا خلصت السطر الاولاني، وزي ما اتفقت معاكم ان السطر الاولاني كله عبارة عن غرزة عدلة، هشتغله كله غرزة عدلة. هنيجي بقى للسطر التاني، وهو اللي هيختلف فيه الشغل شوية. اول غرزة هنسلتها من غير شغل، وهنبتدي على طول في الغرزة بتاعتنا. انا كده على قلبة الشغل هناخد غرزة عدلة. بعد ما اخدنا اول غرزة عدلة هنجيب الخيط هجيب الخيط قدامي وهشتغل غرزة مقلوبة. زي ما اتفقنا الغرزة المقلوبة بدخل بالعكس بطريقة عكسية في اللوب الأمامي للسلسلة اللي قدامي اهو كده اهو. بدخل بطريقة عكسية كده. احنا شرحنا طبعا الغرزة المقلوبة في فيديو منفصل. وباخد لفة من الأسفل للأعلى، وبسلت الغرزة من على الإبرة بالطريقة دي. بعمل ايه بعد كده؟ برجع الخيط لورا تاني وباخد غرزة عدلة. فهمتوا كده احنا عملنا ايه؟ اكيد معظمكم فهم ان احنا بنعمل غرزة عدلة وغرزة مقلوبة.
ودي طريقة شغل السطر التاني من غرزة حبة الرمل، ان احنا بنشتغل واحدة عدلة وواحدة مقلوبة. اظن مفيش اسهل من كده. احنا عملنا كده العدلة، بنرجع الخيط من الخلف للامام علشان ناخد الغرزة المقلوبة اهو كده اهو، واحدة عدلة واحدة مقلوبة. برجع الخيط لورا تاني علشان اخد الغرزة العدلة اهو، بعملها غرزة عدلة. زي ما انتوا شايفين اهو، بشتغل واحدة عدلة وواحدة مقلوب، مفيش اي صعوبة. بكرر لحد اخر السطر، بشتغل واحدة عدلة وواحدة مقلوبة. انا خلصت السطر التاني واشتغلت واحدة عدلة وواحدة مقلوبة. بينتهي معايا بغرزة عدلة، بيبتدي بغرزة عدلة وبينتهي بغرزة عدلة. أنا كده على قلبة الشغل، على خلفية الشغل. هبتدي في السطر التالت، وزي ما اتفقنا إن الغرزة عبارة عن تكرار من سطرين. معنى كده إن أنا السطر التالت بتاعي هشتغله كله عدل زي ما بدأت السطر الأول. السطر التالت عبارة عن كله عدل، تكرار للسطر الأول. أنا كده هبدأ أكرر ومش هضيف أي حاجة جديدة على الغرزة. هبتدي أعمل السطر التالت كله غرزة عدلة. أنا هشتغل معاكم كذا سطر، هنشتغلوا مع بعض علشان نشوف الغرزة وهي بتتبني وبتكبر قدامنا ونشوفها مع بعض. هنشتغل السطر ده كله غرزة عدلة. طبعا أكيد احنا بدأنا نبقى محترفين وعارفين الغرزة العدلة من الغرزة المقلوبة، ودي بقت حاجة سهلة جدا بالنسبة لنا. يا رب تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات وبنتعلم مع بعض، بتستفيدوا من الشرح. وبدأنا نبقى شوية كده في التريكو والكروشيه. كل شوية هنقدم غرزة جديدة تريكو أو كروشيه لحد ما نوصل للاحتراف بإذن الله. السطر كله هيبقى عبارة عن غرزة عدلة. نوروني طبعا بتعليقاتكم، أي استفسار عن أي غرزة أو أي حاجة تخص التريكو والكروشيه أنا تحت أمركم. استنى تعليقاتكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان أي حاجة جديدة توصل لكم. يا رب أكون عند حسن ظنكم وأقدر أوصل لكم المعلومة بشكل لطيف. خلصت السطر الثالث وهنبتدي في السطر الرابع، وهيبقى تكرار للسطر التاني. هي تكرار سطرين فقط، يعني الرابع هيبقى تكرار للتاني. هناخد أول واحدة عدلة والتانية مقلوبة زي ما اتفقنا. السطر التاني كان واحدة عدلة وواحدة مقلوبة اهو. بدأت تظهر معايا حباية الرمل أو شكل الغرزة بيبقى محبب بالطريقة دي. تبتدي تتشكل معايا واحدة واحدة. هناخد الغرزة المقلوبة وبعدها الغرزة العدلة. احنا في المقلوبة طبعا خلاص حفظنا ان احنا بنجيب الخيط قدام. عشان ناخد غرزة مقلوبة لازم الخيط بتاعنا يبقى من قدام، والمعدولة او العدلة بالعكس، الخيط لازم يبقى من ورا من الخلف اهو. استمر لحد نهاية السطر، باخد واحدة عدلة وواحدة مقلوبة. كده شكل الغرزة بتاعتي بعد ما اشتغلت عدد من الأسطر وكبرت الشغل. زي ما انتوا شايفين كده بتبقى باينة المحببة، حبات الرمل، اسم على مسمى، غرزة اسم على مسمى.
بتبقى محببة بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. ده اتجاه عدلة الشغل وده اتجاه قلبة الشغل، بيبقى يعني مدي شكل سلاسل كده، أو الغرزة العدلة مدية شكل سلاسل بالطريقة دي. ده قلبة الشغل، والناحية المحببة دي هي عدلة الشغل، زي العينة اللي احنا عاملينها كده بالظبط. نورتوني، ويا رب نكون استفدنا من فيديو النهاردة. إن شاء الله الفيديوهات الجاية هيكون عندنا غرز أجمل وأجمل. السلام عليكم.